في خبر عاجل، السعودية تفاجئ العالم وتفجر سوق النفط، والجزائر في مأزق خطير وحرب أسعار جديدة. قبل البدء في التفاصيل، المرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ووضع لايك للفيديو بطبيعة الحال إذا أعجبكم. اليوم نحن أمام قرار سعودي مفاجئ قلب موازين سوق النفط العالمية وأثار صدمة حقيقية في عواصم الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها الجزائر. وفي خطوة غير متوقعة، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تستمر في سياسة دعم أسعار النفط عبر تخفيضات الإنتاج. بمعنى آخر، الرياض قررت أن تترك السوق يتجه نحو التوازن الطبيعي، حتى وإن أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار لفترة طويلة. وهنا تكمن صدمة كبرى بالنسبة لدول مثل الجزائر، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز لتمويل الميزانية ودفع الأجور وتنفيذ المشاريع الكبرى. انخفاض أسعار النفط يعني مباشرة تراجع في العائدات المالية، ضغوط كبيرة على الميزانية العامة، احتمالية تأجيل أو إلغاء عدد من مشاريع استراتيجية كبرى. المحللون الاقتصاديون يرون أن هذا القرار يعكس تغييرا جذريا في موقف السعودية من سوق الطاقة، وربما يفتح الباب على مصراعيه نحو حرب أسعار جديدة كما حدث سابقا. لكن هذه المرة قد تكون الخسائر أكبر والدول الهشة اقتصاديا في مرمى النيران. السؤال الآن: هل ستصمد الجزائر وغيرها من دول أوبك أمام هذه المرحلة الجديدة، أم أن هذا القرار السعودي سيدفعها إلى إعادة النظر في كل سياساتها الاقتصادية؟ هناك من يعتقد أن السعودية تحاول الضغط على بعض الدول لتعديل مواقفها السياسية أو الاقتصادية، فيما يرى آخرون أن الرياض تسعى لحماية حصتها السوقية أمام منافسين جدد بأسعار منخفضة. والآن مشاهدينا الكرام، نريد أن نسمع آرائكم. هل تتوقعون أن تدخل سوق النفط في حرب أسعار شرسة؟ وهل الجزائر قادرة على الصمود اقتصاديا إذا استمرت الأسعار في الانخفاض؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمواكبة كل جديد على قناتكم رياضة بريس. شكرا على حسن المتابعة، ونلقاكم في فيديو قادم بإذن الله.